فرصة يا دكتور. طيب قولي لنا إيه رأي حضرتك في كورس teacher sequence بما إن حضرتك خدتيه واشتغلتِ بعده على طول وعاملة نتايج يعني جامدة جدًا؟ والله بُص يعني مش كلام دعاية، الكورس مع الFBI دكتور يحيى، دكتور إيناس، دكتور محمد عبد الصمد، الكورس فعلًا كان يعني شامل ووافي من الcontent من أول ما بياخدك من رحلة إيه هي أصلًا السمنة وإن هي مرض وإن التحاليل اللي بتطلب، إيه هي الأدوية اللي إحنا بنتجنب نكتبها واللي هنكتبها، حتى إمتى أصلًا الحالة ما تكونش بتاعتك. وده مهم جدًا إن هو مش استغلال للمرضى، طبعًا. بياخدك بقى بالرحلة دي كلّها لغاية ما نوصل لإيه أنواع الدايت المختلفة، إيه نوع الدايت المناسب للمريض بتاعك، مش كُل خيارة وجبنة وقريش وطماطمتين، الموضوع ما يبقاش كده، الموضوع بقى إن إيه الدايت المناسب لكل مرض، وبالذات لمّا هنتعامل مع مرض شهير وكبير زي مرض السُكّر، إزاي نتعامل أصلًا مع تغذية الأطفال، وده مهم جدًا، لإن إحنا للأسف في العصر ده عندك السُكّر بدأ مع الأطفال قبل ما يبدأ مع كبار السن زي ما كنا متعودين. فالرحلة الطويلة دي تخلّيك تثق إن أنت هتاخد محتوى مش بس هينفعك مع المرضى، على قد ما هينفعك أنت في حياتك الشخصية، في عيلتك الصغيرة قبل ما تبقى